صباح الفل يا رجالة. احنا طبعا النهاردة قلنا لازم نطلع معاكم نتكلم عن القرف اللي حصل النهاردة ده بصراحة. ماتشات منيلة بنيلة، وماتش الأهلي ده يا جماعة يعني جاب لنا خنقة كده، قلنا لازم نطلع نتكلم معاكم فيها. فيا حليم. انا ما بقتش فاهم بجد. ما بقتش فاهم وكنت معترض ان انا اطلع عشان يعني انا قاعد من ساعه الماتش. ضغطي عالي بجد. الفاظ بقى وشتايم حتى في اي حد دخل لا لا الاستاد لا، دي حقيقة النهارده. حاجة قذرة يعني جدا. بجد حاجه كانت صعبه جدا، حاجه مش مفهومه. انا مش فاهم. كابتن محمود حسن تريزيجيه بيعمل ايه؟ مش فاهم. كابتن اليو ديانج بيعمل ايه اللي هو عايز يجدد بدولارات واخد اه مكان اجنبي يعني على الفاضي. وكان زعلان اللي هو بيقعد على الدكه. يعني انا مش فاهم. في لعيبه كده انت ما تفهمش هم دول ايه ولا بيعملوا ايه هنا ولا انت ايه. ولا هو المفروض الابجريد اللي حصل ده. يعني احنا المفروض نشوف فرقه احسن. انا مش فاهم دلوقتي بعد الصفقات واللي حصل وكاس عالم الانديه وقيمه رعايه وميزانيه. انت مش فاهم ايه اللي بيحصل ده. وكابتن بن رمضان صحيح بالظبط. الشبح. ماتش وماتشين لا، الشبح ماتش اللي حلو في وماتشين الملعب لا اللي اوت. هو لعب كاس عالم الانديه. وماتش واحد بس في الدوري لحد دلوقتي من صح. 5 ماتشات. طب ايه يا كابتن بن رمضان؟ انا مش فاهم. هو انت ايه طيب؟ كابتن بالرمض. هو ايه بجد؟ والله بص، احنا في الاول هنصارحكم بالمشاعر الطبيعيه اللي حصلت على رياكشن اي اهلاوي بيتفرج على الماتش، وبعد كده احنا ممكن نبدا نتناقش بقى بجد. لا هو بص، متعصب والله. ما بصش الكاميرا بس. والله متعصب. انا فاهم، انت فاهم، بعد كده نبدا ممكن ايه نسرد الموضوع بقى بمنطق لما نستهدى بالله. بس احنا مبدئيا عايز نضيف للمعلومات الزباله. إحنا عندنا احصائيه جامده جدا. اه. الاهلي من ساعه كاس العالم للانديه احنا ما جبناش، ما فيش ماتش عدى علينا جبنا فيه جول الا ما دخل فينا جول. مم. الماتشات الوحيده اللي ما حصلش فينا كده اللي خلص 0-0. صفر صفر. انتر ميامي، ومش فاكر كان في ماتش تاني ولا لا. دول الوحيد اللي خلصوا تعادل. انت فاهم، ما دخلش فينا جوان. احصائياتنا في الدوري هناك عندنا 15 نقطه. آه. عندنا 15 نقطة 15 ايه؟ نقطه، عندنا ست سوري نقط 6 نقط من 5 ماتشات. من اصل 15 نقطه. يعني انت ساقط، مم. انت ما جبتش النص. الاهلي ساقط ما جابش النص وخمس ماتشات النقط ده كتير يا بعد ماتشات. جدعان. تاني خمس حاجه، انت ماتشات جايب ده 7 كتير. تجوان يا احمد. دي فعلا ارقام مش ميد ليج، ده حاجه يعني تحت. تمام، كهرباء ده الإسماعيلية. فاهم، حاجه قلاووز من تحت أيوة. كده. زباله جدا. احنا جايبين 7 تجوان وداخل فينا 6. الحمد لله. موجب واحد. الحمد لله. فطبعا احصائيات وحشه جدا جدا. لا لا، المشكله في الموضوع مرعب. النخوه والروح. ايوه. دي اكتر حاجه شيء قذر. دي اكتر حاجه بجد تفصلك ان انت دايما حتى انت بقى معاك مدرب حلو وما معكش مدرب حلو. انت اللعيبه كان بيبقى عندها دم. يعني مثلا اللعيبه بجد كان بيبقى مثلا عندها دم. انا النهارده او مش النهارده من اول الدوري انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. هو اللعيبه دي بتعمل ايه؟ وكباتن المفروض ناس كباتن من الفرقه انتوا بتعملوا هو ده ايه؟ دورك. ده اصل انا مش دورك. عايزك والفريق كله قايم الاقي تريزيجيه مثلا عالمي ياخد الكرة ويحط جول. يا عم انت دورك دلوقتي وانا مش قادر اتحرك، واللعيبه كلها ضايعه ومحدش في المود في اللعب. اطلع بقى كسبني 3 نقط انا مش صح. عارف اخدهم. لكن ايه اللقطه اعمل اللي هو حاجه عايز يعني. ياخدها من ساعه ما جه دي؟ انا مش فاهم. تريزيجيه. انا مش فاهم بجد. انت عايز تثبت ايه؟ طيب هتحترف تاني يعني ولا ايه؟ ما انت خلاص. طيب ما هو خلاص يا تريزيجيه. طب اه ما يعني تلعب. الموضوع خرج بصراحه بره اطار المسؤوليه. يقول لك اصل هو النهارده تريزيجيه حاسس كوره. بضغط ومسؤوليه عليه ان هو نجم النهارده النادي. كوره يودي زيزو انفراد ولا انا مش فاهم. شاطها شوطه غريبه. انا مش وعادي. فاهم هو زعلان اه. انها ما جاتش، يعني طز في اللي حواليه. انت تلاقي لا لا زيزو لا جاله لا لا. اصابه من الصدمه. اه ده والله. في تخلف في العقلي، ما انا فاضي اهو. اه وبمناسبه حوار زيزو ده يعني كابتن عماد النحاس الكابتن الكبير اللي يعني كفايه بقى كبير كده. في طوله بس. ايوه. يعني طلع يقول انا مش مسؤول عن هو اللي مسؤول. هو اللي جه قال لي انا جاهز. هو ده كلام بيحصل في النادي الاهلي؟ يعني انت والله مدير فني. يعني هو معتمد تقريبا ان اللاعب بيجي بجهازه اه انا الطبي هلعب النهارده. والفني والاداري. هلعب هو ما النهارده بيعملش اي عشان حاجه من الحاجات دي. انت في مدير فني في النادي الاهلي لعيب عنده يصاب ولعيب مهم يقول له لا انا هلعب انا جاهز؟ طب ما انت عندك جهاز طبي واللعيب ده اشتكى المفروض هو اللي وقع يقيم مسك الحاله، الضمه. وبيبقى فيه المفروض حاجه طب وليه ميجرمنت الريسك بيتعمل قبل اصلا؟ كل ماتش. ليه الريسك؟ اهو خرج ما كملش نص حاجه ساعه وخرج. اهو في مدير فني بيعمل كده. انا حاسس ان حاجه كان وحشه بيمشي جدا، الدنيا اللي حاجه فاتت وحشه دي جدا عماد بصراحه. النحاس اصلا. مش ريبيرو. يعني انا مع نفس طريقه اللعب بنفس الروح بنفس الاخطاء. يعني انا مش فاهم ايه الرعونه دي. طيب ده من الاجزاء القذره اللي احنا شفناها يا جماعه بصراحه في اداء النادي الاهلي. وانا مقتنع طبعا الاسباب، يعني احنا هنتكلم فيها
التفاصيل شويه. انا شايف ايه؟ احنا في الحلقه بتاعتنا قلنا ايه يا حليم؟ الاداره يعني بتاعت اداره 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 اداره. الاداره 100%. 100% اداره اللي بيحصل الاداره الرياضيه يعني. يا جماعه ليها اساليب وليها طريقه. الناس بدات تفهم، انا حاسس كده يا حليم، ان حته المبادئ والكلام ده مجرد ماركتينج بتعمله ادارات الاهلي. اللي بيبقى جاي من بره الاهلي تقريبا فاكر كده، ان دي مش حقائق بجد اتبنى عليها تاريخ النادي الاهلي كله. صح ولا انا صح. غلطان؟ دلوقتي تحس اللعيبه كلها جايه ويعمل معاه انترفيو مثلا مع سيف زاهر، يقول لك طبعا النادي المبادئ والتاريخ، محدش فينا يبص لزميله، كل واحد في حاله، واحنا بنموت نفسنا الملعب لاخر دقيقه. فين الكلام ده؟ كله بقى ماركتنج. عارف انت، هي بس صح. حاجه كده باخدها عشان احط لنفسي شيرز كده مع الناس واخد اسهم حلوه مع الناس، وفي الاخر بنزل في الملعب لا في روح ولا نخوه، ودي كارثه. كارثه. في تخبط. كارثه. يعني احنا لما نبقى كجمهور اهلي وصل لنا التخبط اللي بيحصل في الاداره وفي بالظبط الاهلي ده، دي بالظبط. كارثه. يا عم اقعدوا يعني واطلعوا بقرار. دي كارثه بجد. انا مش الناس ما بقتش فاهمه انت بتعمل ايه، ولا انت بتجيب مين، ولا ده بناء على ايه، ولا على اساس ايه. يعني انت جايب محمد يوسف ليه ومشيته تاني بسرعه ليه؟ طب جبت محمد رمضان مشي بعدها بكام شهر ليه؟ طب ماشي، ما احنا هنقعد نجرب يعني في الفريق ولا ايه؟ انا مش فاهم. طب انت اصلا بقى من الاول مشيت سيد عبد الحفيظ ليه؟ ده اغرب قرار صارحنا. شفته. يعني صارحنا. اه. انا احكي ده لنا كده انت يعني مشيته واحد ليه؟ من ايه السبب؟ انجح من انجح ايه، هو انجح مدير كوره جه في تاريخ مصر. انا من وجهه نظري سيد عبد الحفيظ انجح مدير كوره لا جه في تاريخ طبعا. مصر. لا طبعا، بجد. ده باي فار على ده فكره. ده 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 فرق ده كبير كمان. في عز ما الاهلي، انا اسف في الكلمه، مركوب من الاعلام ومن الزمالك ومن بيراميدز، وفي عز الهوجه اللي حصلت على الاهلي دي. هو لو الوحيد اللي كان فاكرين. واقف ذكر. اه كان واقف لك صح. دكر، عرف يلم اللعيبه، عرف انت في اتنين سوبر واخدهم من الزمالك يعني بالموتيفيشن بس هي بالموتيفيشن بتاعه. دوري يعني 2019 بتاع علي معلول. كانش يسكت على التحكيم والحاجات اللي. ده كان واقف قدام مرتضى، ده الوحيد اللي وقف قدام مرتضى منصور وكمل كده. هو ايه يا جدعان اللي بيحصل وسيبك ده؟ من كل ده، هو داخليا كان كل واحد عارف انه لما يغلط في هيتعاقب. حساب صح. مهما كان اسمه بجد. صح. انت اللعيبه النهارده ولا فاهم، اللي الهوا. يعمل لك هوس طب انا اقول لك على واللي حاجه يا يأنن حليم، واللي انا ما خبر ما اعرفش الناس يبصيش عارفاه ولا لا. هو هو ايه ده؟ حصل خصم مبلغ مالي كبير من عقود اللعيبه مم. بعد الهزيمه اللي حصلت من بيراميدز. انا عايز اسمع رايك والله. انت ليه حاسس ان النهارده، طبعا شفت فرق النهارده؟ اه طبعا شفت. اه اي حاجه. ليه؟ حاسس تتوقع احنا ليه؟ اسوأ. او يعني هي تتوقع مش ليه اسوأ من الكلام ماتش ده يعني بيراميدز. بقى؟ كلام ايه؟ ما انت قلت لي ليه الكلام وسكت. ايوه، انت شفت في فرق حصل او ما حصلش فرق بين الماتش ده وبعد ماتش بيراميدز؟ انت تفكيرك ليه؟ عشان يعني ليه ما ما حصل عقوبه ماليه مثلا ما جابتش نتيجه؟ برغم ان لسه كابتن محمود خطيب كان قاعد معاهم، وقناه الاهلي ما شاء الله عملت فيلم وثائقي عن المجلس بتاع بس الاداره ما وهو تزعلش مني يا حبيب لما تيجي تقعد بيحفزهم. معايا تديني تحفيز وموتيفيشن قد كده، وتقول لي وتاني الرجوله ماتش والنخوه وتحمل المسؤوليه، بعد يومين بعد يومين تقوم لعيبه منزل يبقى ماتش. بيان تقول لي معلش يا جماعه انا مش معاكم اصل انا تعبان. انا المفروض يعني دي رساله ليا اعمل بيها ايه؟ يعني انا احس ان هي رساله وداعيه اكتر. يعني انت بتودعنا، انت فاهم؟ فانت بس انا طالع عايز تدي انا عايز مسج اغلط اللعيبه لخلق الله يعني. دي اكتر الصراحه. في ايه بالظبط؟ ان هو انت لسه من يومين، مهما كان بقى الاداره بتاعت النادي الاهلي عامله ازاي، بس انت لسه من يومين رئيس مجلس اداره النادي واقف معاك ومكلمك، وانت واللعيب اللي ينزل لي اعتذار يعني مش اقصد حاجه، بس اقصد انا ان فاهم فاهم. الحاله بتاعت الجمهور وصل للعيبه. خلاص، يا اما ما كانش خطيب قاعد معاهم، ولا كان مش عارف ده اعتذر وده ندم والكلام ده. فانت المفروض انت كلعيب دلوقتي انت واصل لك حاله الجمهور عامله ازاي. انا النهارده ما شفتش ولا لعيب راجل غير مثلا محمد هاني، غير والله الدفاع بصراحه كله من وجهه نظري يعني. كان كويس. آه، يعني مصطفى العش كان كويس يعني مش انا عايز وحش. اقول لك والله احنا محمد لو هاني في مين فرقه الباك ليفت؟ احسن من كوكا، لو عايز اقول لك في فرقه احسن من انبي شويه كانت راحت علينا كتير. احنا اه حتى والله عندنا راحوا هم الشوط راحوا الثاني. بانفرادات. اسمه ايه الاوزع ده الاسمراني اللي عندهم؟ الراجل ده راح كتير جدا او جون اتلغى جدا على الجون. اوفسايد. وديانج اللي بيعمل ضربه جزاء، انا مش مش عارف. انا مش الراجل فاهم يا مدي ابني، يا ظهره ابني انت للجون. انت هتعمل يعني هي ايه ما فيهاش ليه؟ ذره ريسك ليه؟ اصلا، ان انت مثلا محتاج ان انت حتى تدخل تدخل عنيف. يعني انت فاهم اللي جوه هو 18 ده كان انت يا تبدا عم واحده واحده انت تقلل لو ما كنتش تدخلها. نطيت هو هيعمل بيها ايه الكوره دي؟ والله انا شايف ان اداره برضو مشاكل كلها اداره. انا موجهه اكتر للعيبه. اولا انت
رايح على سكه، هي سكه يا جماعه مختلفه عن سكه النادي الاهلي في الطبيعي. انت رايح على سكه مختلفه خالص، سكه الاحتراف، اوت اوف المبادئ شويه. بص كده كده هيصطدموا الاتنين ببعض. اوعى تفتكر ان انا المبادئ بتاعت النادي الاهلي على مر العصور، سواء حسام وابراهيم او غيره، والله اللي غلط يتعاقب لكن ما تمشوش من النادي. ده الاحتراف بيقول كده. لا، انت ما كنتش بتتعامل احتراف 100%. كان الجزء الاهم عندك هو المبادئ والقيم. انت تنازلت عن المواضيع دي من زمان، بقالك سنين. المقابل ان انت طبيعي هيبدا اللعيبه دي يا احمد. ما تستناش مني ان حسين الشحات اللي راح فقد نص عقده واكتر بالدولار من العين الاماراتي عشان يجي ليك هو اللي انت هتاخده من امام عاشور في الملعب، او اللي انت هتاخده من زيزو في الملعب. الناس دي مش هتموت نفسها زي الناس اللي معجونه بميه الاهلي. اقول لك بقى ده الا لو طبيعي ايه، يعني. الا لو الا لو في بجد معاها سيد ناس. عواطيز اه، لو في اداره. ناس عرفت، لو هو في انا عندي اداره سؤال يا عرفت. احمد، لو انت بتعمل شركه، مم. تمام، هتجيب انهي الاول؟ اكتر حاجه هتصرف عليها الاول تجيب مديرين كويسين ولا موظفين جامدين؟ مديرين طبعا. صح. مديرين طبعا. وتبني عليهم بقى. انا عمال انا اجرب. بحس ان انت بتجيب صفقات، واحاول اشوف كده مدير كوره اه يمشي مع اه الرجاله طبعا. يعني. احنا يعني قلنا يبقى الكلام علاقته ده، حلوه بالناس قلنا دي يعني. الكلام ده في الحلقه، اه، البودكاست اللي ما انت اتكلمنا لو فيه. بتسمعه. لا، قلنا الكلام ده في البودكاست بجد. احنا كنا بنتكلم صح. اختيار ريبيرو ده كان بناء على ايه؟ مش عارف. يعني انا اختيار كولر انا كان على اختيار. فشله يعني انت قدام اصلا، انت بيراميدز. اصلا كاداره، ماشي، انت من احسن حاجات الملفات اللي انت فيها حوار المدربين اللي انت بتجيبها، دي صح. حقيقه الصراحه. جبت لنا فايلر، بعد كده موسيماني، بعد كولر. كده كولر. اه، في ناس في النص بس ده طبيعي يعني. لكن ريبيرو ده حتى كسي في كاي حاجه، ده بناء على ايه اختيار ريبيرو ده؟ انا مش فاهم. طب انت مشيت كولر ليه؟ بس على فكره كان في مدربين برضه جابهم تعبانين. هو جاب على ما اتذكر سواريش. يعني كان في حاجات قرارات كده برضه لا عشوائيه بس في هو النص. جايب ناس يعني الصراحه. لا، اه، جاب سيفيهات، طفره. وغريبه طفره وغريبه. يعني هي مش يعني براند حاجه نيمز قوي. حاجه غريبه علينا. بالظبط. دي بالظبط. حقيقه. يعني حاجه تحسب له كاداره. لكن انت، طب انت ريبيرو ده، طب ما تكمل زي ما انت، ما انت بترجع تسترخص. انت عارف ان موضوع ريبيرو ده يا احمد، معلش، لما تروح تجيب مدرب، انت المنافس المباشر بتاعك بقاله سنتين ثلاثه في الدوري مين؟ بيراميدز. صح. لما تجيب مدرب بيراميدز عجنته كوره السنه اللي فاتت. صح. على فكره ده اللي حصل في ماتش الاهلي وبيراميدز. مم. على فكره ريبيرو في ماتشات الدوري بعيدا عن ماتش بيراميدز كان افضل شويه من ماتش بيراميدز. بيراميدز لانك اتعجنت، لان الراجل ده محفوظ بالنسبه لمدرب بيراميدز. الراجل دارسه ومذاكره وعارف يقفل مفاتيحه كلها. الراجل نفسه طلع في حلقه مع ميدو، مع كابتن احمد حسام ميدو، في مدرب اوضه اللبس، بيراميدز. مدرب بيراميدز. مم. وطلع قال لك النادي الاهلي يستاهل مدرب احسن من ده. طب انت عايز شهاده مين؟ طب انت استشرت مين؟ ما هو واللي انت استشرته بالله عليك لو مش هتقول هو مين ابعده عن ملف الكوره. صح. لان كده هو جايب شاشه. الراجل اللي انت بتقعد تتكلم معاه ده جايب شاشه في اختياراته خالص. كبر وات ايفر يعني، بس هو جايب شاشه خالص. فاهم؟ فحاول ان انت تبعده عن في ملف ناس كتيره الكوره. كبرت. مم. بجد في ناس كتيره احنا كبرت. لا والله، بس هي يعني حاجه فعلا تخنق حاجه تحرق الدم. انا حاجه شايف ان تحرق لازم الدم. يحصل صراحه. يعني في حاجات لازم تتقفل خالص. في يعني ملفات اتفتحت من غير اي 30 اه، دي لازمه. نقطه مهمه قوي. مدير كوره عمره ما ادار كوره اللي هو محمد يوسف انت، فتح ملفات علينا انا ملهاش عايز لازمه اسال خالص. معلش الناس سؤال، يعني لو حد، عشان انا ومصطفى مش لاقيين اجابه والله في مم. البتاع ده. هو ليه ملف تجديد امام عاشور اتفتح دلوقتي؟ هو باقي في عقده 3 سنين يا ريت ولا نفهم. سنتين يا ونص؟ يا ريت نفهم ليه والله. ليه دلوقتي؟ يعني ليه دخل المشكله؟ يعني وتعمل مشكله في اوضه اللبس كبيره فشخ ولا كده ليها لازمه. دلوقتي ليه؟ ولا ليها طب لازمه. ما استنى في الصيف يعني، او ليه في اول الموسم؟ طيب ما هو مصاب بقاله واقول لك شهرين. على حاجه عشان لو حد ليه؟ عنده الرد ده يا جماعه. ممكن حد يرد عليك يا احمد يقول لك ايه؟ طب ليه ما تقولش ان اللاعب هو اللي فتح الموضوع؟ اه. صدروا. صدروا. لو اللاعب خرج عن اطار المنظومه وطالب، بس انت ده مش حقك. مم. انت كلاعب عملت ايه زياده؟ مفيش حاجه اسمها في لعيب جه خد أكتر. انت عملت ايه زياده عشان ازود لك عقدك؟ في عقد احنا متفقين عليه. عارف لو كان مستواه مثلا في نص الموسم اللي فات وانت طالع الهداف ومستواك عالي قمت طالبت بده، اقول لك تمام. مفيش حاجه مم. اسمها لا انت جبت لعيب باغلى زود لي عقدي. مفيش حاجه صح. اسمها كده. ان شاء الله في وقت تجديد عقدك باذن الله يا حبيبي اطلب مليار. صح.
اعمل اللي انت عايزه، ده ما هيبقى حقك يخصناش. ساعتها. لكن انت ليه دلوقتي كمدير كوره ولا انت كاداره، انا ما صدرت ان اعرفش. الاهلي اللي عايز يجدد الفكره ويعدل العقد. الفكره بس اللي الناس لازم تاخد بالها منه، اللي انت دلوقتي مباح للاعلام بطريقه غير قبل كده، صح. غير اي مره احنا صح. شفناها في حياتنا. اه. انت دخلت نفسك في ده، طالع يتكلم يقول، وده طالع عشان كده يتكلم كله بقى يقول، يتكلم على اوضه اللبس، وامام وكله متخانق مع بيتكلم على زيزو، وزيزو مش عارف قرفان من امام ما افتكروش مع بعض ريحته النهارده، وحشه. وحاجات بقى غريبه. يعني انت ما بقتش فاهم الاشاعات دي كلها جايه منين، وده غصب عنك حتى لو مش حقيقي هيأثر على اللعيبه ده عندك. طبعا. لان اللعيبه طبعا. اصلا دي كلها متابعه السوشيال ميديا، كلها بتفتح وكلها بيوصل لها اي حاجه، ما فيش حد دلوقتي ما بيوصلوش. فانت دلوقتي لا بتعمل ايه؟ ضيف على النقطه دي يا حليم. هي بانت، لو فاكر كان في مكالمه بيني يا جماعه انا وحليم قبل بدايه كاس العالم للانديه، لو فاكر قعدنا نتكلم في نقط كتيره جدا ليها علاقه بالنقط دي. كنت شفت انترفيوهات كده انا وحليم مع سيف زاهر على قناه اون سبورت. انت عارف اون سبورت كانت واخده الحقوق بتاعه الانترفيوهات بتاعه اللعيبه وكده قبل كاس العالم للانديه. كوارث بتتقال ليها علاقه بالعقود. كوارث. صح. امام عاشور بيتسال، هو دلوقتي بقى صعب لاعب لما يمشي من الزمالك مثلا ويروح الاهلي يرجع الزمالك تاني، او لما يمشي من الاهلي يروح الزمالك يرجع تاني؟ قال له لا يا فندم، لا يا كابتن سيف، كله احترام. يا نهار اسود. طب هو ده بيدي مسج، خلي بالك صح. ممكن تكون ريليتد بطريقه او بطريقه تانية، ريليتد جدا لفكره لما اجي اجدد العقد. انا برضو لا عادي، عادي امشي وهوجعك الوجعه نفسها، انا برضو بلعب نفس اللعبه التاني. صح. بلس عارف. بلس قال له انا بس عايز النادي يقدرني. مم. طب هو اصلا ايه اللي فتح النادي يقدرك او ما يقدركش؟ انت بقالك 3 سنين، انت لسه 3 سنين في 3 سنين، عقدك بتتكلم في ايه اصلا؟ انت عايز ايه صحيح؟ انا مش فاهم. بتحكي في لا ايه؟ بص اقول لك حاجه، هو ممكن كمستوى امام السنه اللي فاتت، هو ممكن فعلا يأهله اللي هو يطلب اللي هو يجدد عقده او يعدل في عقده، لان هو الصراحه السنه اللي فاتت هو احسن لعيب في مصر. مش بس كده، هو لولا امام السنه اللي فاتت في النادي الاهلي، لا احنا كنا هوش ضيعنا. كنا ضيعنا. كنا ضيعنا، ماشي صح. الصراحه كان فنيا هو اه. كان كولر كان يتزنق في مهاجم يلعبه مهاجم، كان ايوه يتزنق صح. مش عارف في صح. وينج يلعبه وينج. فهو لعيب جامد اللي جدا. مزنوق في بوزيشن يحطه. اه والله. بجد والله. فانت دلوقتي ماشي حقك، بس انت من امتى الحاجات دي والملفات دي بتبقى في العالم كده؟ ومن امتى بتبقى مفتوحه كده؟ وانت كمان عاشور برضو، انا اسف يعني، انت جاي على فرقه واخده 4 دوري ابطال افريقيا ولا 3 دوري ابطال احنا افريقيا. اتنكسنا معاه اه خلي يعني بالك، احنا اتنكسنا لسه بس انت لسه قدامك وقت عادي تثبت فيه نفسك، وانت ماشي في تراك صح. ما ركزت في الكوره، كان في فتره مستواك وحش جدا، ركزت في الكوره، لا الجمهور طلعتك سابع سما. طب يعني استنى، طيب استنى شويه، ما هو مش كل لعيب هيلعب لي نص موسم حلو هيطلع يلا انا ده. عايز ده فلوس، معلول انا كنا عايز كتبنا له فلوس. النادي دلوقتي. ما هو اي، امال هم ليه والله كنا حاطين في كتبنا النادي العقود يا المعلول. احمد البونص؟ ولو جبت كذا تاخد كذا، لو جبت بطوله كذا تاخد كذا، صح. لو جبت كذا تاخد هو كذا، عشان نعدي العقد كله. الله، طب انا اعمل ليه بقى البنود اصلا بتاعت البونص؟ والله الفكره في كابتن سعيد. طب كابتن سنة سعيد. عبد. كابتن سعد. والله اه الفكره في والله، ما كابتن سعيد هو عبد. بص، انا هو شايف ان كابتن محمود خطيب اه خد تراك، والله العظيم حاسس كده. حاسس كده يا حليم ان هو خد تراك اكتر. انا جايب لعيبه ما ينفعش معاها كابتن سعيد. اه كابتن سيد هيطفشهم لي، انا حسيت بكده لان هو تقريبا، لو انا معلومتي صح يعني، كابتن سيد عبد الحفيظ مشي بعد اسبوعين او 3 تقريبا من امام عاشور ما جه، او اقل كمان. تمام، اللعيبه دي ما يعني اعتقدش الموضوع كان هيمشي بطريقه لذيذه. اتهام ضخم قوي. بس ضخم على احنا مين؟ مش يعني لا هو حق. يستحمل. يعني السوق ممكن لا يبقى والله صح يعني، وممكن طب يبقى طب غلط، اقول الله لك على اعلم. حاجه، ممكن نفتح حته كده، انا حاسس انها صعبه على الجمهور شويه، استخان كده يعني. ممكن نركز مع سيكولوجيه اللعيب شويه يا جماعه، مش كعذر والله. انا دلوقتي واحد اتربيت في نادي الزمالك، من جمهور الزمالك، عشقي الاول والاخير كان نادي الزمالك. بروح للوايت نايتس هناك وبقعد اشتم وبقل من رموز النادي الاهلي وبعمل كل الكلام ده. منتهى الصراحه، مستني مني اتعامل مع الاهلي كمحترف ولا كمنتمي؟ انا عايز جمهور الاهلي يرد رد، يعني بجد الاهلاويه يا جماعه ردوا رد صريح. كمحترف ما تقوليش لو كله وحش والدنيا كلها انت اللي تشيل الملعب. ليه؟ اللي اشيلك ليه؟ ليه؟ هو انا ايه يعني؟ وانا طالع صالح سليم؟ انا مش هفيده. انا في الاخر لاعب محترف زي اي لاعب محترف انت جايبه في افريقيا، انتمائي العكس المنافس بتاعك. اه انتمائي الفريق اللي انا بلعب بيه، بس ما تستناش مني يعني الحرقه اللي انت كنت مستنيها، بقول لك من حسام غالي في الملعب وعماد متعب. صح؟ صح.
صح والله. فالنقطة دي لازم لا احنا نحطها في ربنا الاعتبار. ربنا يا رب يعدي المحنة دي على خير، عشان احنا مش هنستحمل نشوف بجد الواحد بقى يتحرق دمه بجد. يعدي المحنة والمحنة اللي حاصلة، المحنة مش المحنة، اللي حاصلة على السوشيال ميديا الرسمية بتاعت الأهلي، بتاعت مجلس الإدارة، وهو ماسك في التيشيرت بتاع رئيس النادي، ورئيس النادي ماسك في التيشيرت بتاعهم. يعني ربنا والفيلم يعدها ده يا على خير. جدعان خلصوه، احنا ما عندناش مشكلة اتفقوا واحنا معاك يعني ما يعني. عندناش مشكلة، هنروح يا جماعة الأمنية بتاعتنا هنروح سهلة والله ننتخبه يعني. عادي، احنا بنحب كابتن خطيب، بس أنا يعني بحبه على المستوى الشخصي. بس يعني خلصوا، مش هنقعد بقى لا اصل كابتن خطيب هترشح، لا والنبي خليك الفيلم ده خلاص. وتدخل عظماء النادي الأهلي، ده اللي هيتقال طبعا. ان شاء الله يطلع الفيلم ده مش حقيقي، بس ده اللي هيتقال، تدخل عظماء لحل الازمات. كابتن محمود ان شاء الله على رئاسة النادي الاهلي لحد 2040. لحد ما ايه، اخرنا ايه. لحد ما الفيديو يخلص. المهم نورتونا، بس عايزين نقول حاجه، نقول مبروك لبيراميدز، عشان محدش جاب سيره الناس دي خالص. الناس دي كانت بتلعب النهارده يا جماعه، قول لهم كسبوا انت 3-0، خدوا 2 مليون دولار. هو اللي لما بيقول. الاهلي خد السنه اللي فاتت عملنا قصه وقلنا بطل نص العالم مش عارف ايه، عايزين هم نحيي دول محتاجين بيراميدز. فلوس. الف مبروك لنادي بيراميدز ولابننا رمضان، هات لنا نصهم. لا انت كده ايه يابا، انت كده ابننا مين؟ ابننا ايه ده، ايه ده ايه ده. يلا بقى علينا بقى، يلا شكرا يا نورتونا جدعان. وشرفتونا، ونتمنى نكون كنا خفاف عليكم كده، بس كان لازم يا جماعه اللي هو